تخيل تبتدي حياتك في نادي في الدرجة التانية، وبعد 15 سنة تلاقي نفسك في صفوف المنتخب بتلعب باسم مصر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رب تكونوا بخير. بدون مقدمات، خليني أقول لكم إنه في ناس بتتولد نجوم، وفي ناس النجومية هي اللي بتروح تخبط على بابهم بعد سنين من التعب. قصة النهاردة يمكن تكون أكتر القصص اللي تثبت إن ربنا ممكن يأخر حلمك بس عمره ما ينساه. خلونا نتكلم عن مصطفى زيكو. لكن استنوا، لو فاكرين إن الحكاية بدأت في كاس العالم تبقوا مستعجلين قوي. قبل 4 سنين مصطفى زيكو كان بيلعب في دوري الدرجة التانية، يعني وهو في السن اللي اللعيبة كتير بتكون خلاص بقت نجوم، هو كان لسه بيحاول يثبت إنه يستحق فرصة. لكن القصة بدأت قبل كده بسنين. أخوه الكبير عبد الرؤوف زيكو هو كمان كان لاعب كورة، كان عنده حلم، لكن وفاة والدهم غيرت كل حاجة. وهو عنده 17 سنة ساب حلمه بالكامل ونزل يشتغل عشان يصرف على البيت. في ناس بتضحي بفلوس وناس بتضحي بوقتها، لكن عبد الرؤوف ضحى بحلمه كله. ولما مصطفى بدأ يلعب، أخوه قرر يحارب علشانه. شاف فيه الحلم اللي الزمن سرقه منه ودخله نادي جمهورية شبين، ومن هنا بدأت الرحلة. تفتكروا قاعد في النادي كام؟ سنة؟ 2؟ 5؟ لأ، 12 سنة. أيوة، 12 سنة كاملين. ناس في الفترة دي بتغير شغلها 5 مرات، وتغير العربية، وتغير الموبايل 10 مرات، وزيكو لسه بيقول أنا لسه هكمل. بعدها اتنقل لحرس الحدود، لكن حتى هناك الحياة قالت له لسه عندك امتحانات. فضل في الدرجة التانية لحد ما بقى عنده 25 سنة، وكان بيشتغل في محل ملابس. تخيل الصبح يقول للزبون المقاس مناسب ولا لأ، وبالليل يقول للمدافع خد بالك من الهجمة. ورغم كل ده هو اللي سجل الهدف اللي طلع حرس الحدود للدوري الممتاز. أي حد في مكانه الحقيقة كان ممكن يقول خلاص وصلت، لكن ربنا كان كاتب له طريق أكبر. للأسف الفريق بعد فترة هبط، وأكيد ساعتها ناس كتير قالت خلاص حلمه انتهى، بس هما كانوا مستعجلين في الحكم. انتقل زيكو في الوقت ده لنادي زد، وهناك الدنيا بدأت تعرف هو مين زيكو. 18 هدف، 5 اسيست، أرقام خلت بيراميدز يتحرك بسرعة ويروح يجيبه قبل ما حد تاني يخطفه. وهناك زيكو أخيرا بدأ يحس بطعم البطولات. السوبر الأفريقي، كاس مصر، بعد سنين من المعافرة أخيرا بقى بيشيل كؤوس بدل ما يشيل كراتين الهدوم. لكن الحلم الحقيقي كان لسه بعيد، قميص منتخب مصر. وللأمانة محدش وقتها تقريبا كان متوقع يشوف اسم مصطفى زيكو في المنتخب، لحد ما وصل للمنتخب وبدأ ينزل في التشكيل الأساسي. محدش كان مصدق إن مصطفى زيكو هيلعب في المنتخب، لحد ما هو رايح في مرة من المرات يصيف في الساحل رن عليه التليفون. أكيد افتكر واحد صاحبه هيقول له هات معاك لب وسوداني، لكن المتصل كان العميد حسام حسن، وقال له انت معانا في القائمة المبدئية. واللحظة دي غيرت حياته. أول مباراة دولية قدام روسيا يسجل هدف الفوز ويقول للجميع أنا مش جاي أكمل العدد، وبعدها يتعلن اسمه في القائمة النهائية لكاس العالم. وكلنا شفنا الفيديو المؤثر لما عرف الخبر ومقدرش يمسك دموعه. ودي لحظة الحقيقة حتى الحجر كان هيعيط فيها. ويسافر زيكو مع المنتخب، وفي الودية قدام البرازيل يسجل هدف التعادل ويثبت لحسام حسن إنه يستحق مكانه. ثم يبدأ كاس العالم، وفي أول مشاركة حقيقية ليه يسجل ويصنع، ويكون هو ومحمد صلاح من أهم أسباب لأول فوز لمصر في كاس العالم. والحلم يكبر، ومصر تقرب لأول تأهل في تاريخها لدور ال16. لكن تيجي المباراة اللي محدش هينساها، مباراة الأرجنتين، أو زي ما أنا بسميها المسرحية، المباراة اللي لحد النهاردة الناس مختلفين عليها. زيكو دخل المباراة وكأنه قرر يكتب اسمه بنفسه. سجل هدف والحكم قال لأ، الفار قال لأ معلش هنلغيه،
وزيكو كان رده في الملعب مش بالكلام ولا بالاعتراض ولا بالصوت العالي، رده كان بهدف تاني، وكأنه بيقول للعالم كله لغيته ده، طب خدوا غيره. وده يمكن من أكتر اللحظات اللي خلت الناس كلها تحترمه، لأنه ما ردش بالجدال، رد بالجون. وده رد بيوجع أي حد الحقيقة. ورغم كل الجدل اللي حصل ورغم التحكيم ورغم كل اللي اتقال، زيكو خرج من البطولة وهو كسبان أهم حاجة، احترام الناس واحترامه لنفسه. لكن بالنسبة لي أجمل مشهد في القصة مش الجون ولا البطولات ولا كاس العالم. أجمل مشهد هو أخوه وفرحته بزيكو، الواد اللي ساب حلمه وهو عنده 17 سنة علشان أخوه يكمل للآخر. يشوف أخوه بيلعب في كاس العالم وبيسجل ويفرح ملايين المصريين، ساعتها تعرف إن التضحية عمرها ما بتضيع، وإن ربنا ممكن يحقق حلمك عن طريق شخص بتحبه. وقصة مصطفى زيكو مش مجرد قصة لاعب كرة الحقيقة، دي رسالة لكل واحد حاسس إنه اتأخر، لكل واحد بيقول السن كبر، الفرصة راحت، خلاص فات الأوان. لأ، لسه، يمكن حلمك واقف مستنيك، بس مستنيك تكمل شوية كمان. ولو سألتني عن عنوان حلو للقصة دي، هقولك في جملة واحدة: في أحلام بتتأخر، بس لما توصل بتخليك تنسى كل سنين التعب. لو وصلت لهنا حابب أشكرك جدا إنك سمعتني للنهاية، واكتب كومنت معناها إن أنت وصلت للآخر. وما تسيبش حلمك يروح منك، جايز تكون أنت كمان مصطفى زيكو الجاي. مش شرط في الكورة طبعا، ممكن تكون في أي حاجة. وحابب أسمع رأيك في طريقتي في السرد، عجبتك ولا لأ؟ وقول لي حابب تسمع قصة مين المرة اللي جاية.